السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم أبواب الرزق أينما كنتم وأينما تكون. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل، يا صباح الورد، صباحكم مشرق بنور الله. النهارده بقى انا قلت اعمل شويه عيش كده حلوين نفطروا بيهم بطريقه سهله وجميله، وشويه دقيق في البيت هتعملي اللي انتي عاوزاه. حبه عيش حلوين، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. عايزاكم بقى حبايبي ترفعوا اللايكات شويه عشان انتوا مقصرين معايا شويه، واشتراك في القناه. اللي ما اشتركش يروح يشترك. حبايبي بحبكم في الله. تعالوا بقى نشوف الوصفه الجديده وسهله جدا بشويه دقيق وحبه ميه، وهنعمل احلى عيش في الدنيا. يلا حبايبي، النهارده هنعمل احلى عيش في الدنيا. بصي، عيش في البيت انت عاملاه بايدك وجميل وهيطلع زي الفل. يا ريت كله يجرب الوصفه دي، حلوه قوي قوي. ولو مش عندك عيش هتلاقي تتصرفي نص كيلو دقيق هتعملي بيه شويه عيش حلوين تفطروا وتتغدوا بيهم او تتعشوا بيهم، وانت اللي عاملاه بايدك وحلو، وكله هيقب وهيتنفخ وكله هيبقى زي الفل. بصوا، انا هنا جبت كوبايه الميه ديت، حطيت نصها على الدقيق ونصها حطيت فيه معلقه خميره كبيره ومعلقه سكر. تمام كده، تمام. جبت نص كيلو دقيق في البوله ديت ونص معلقه ملح وحطيتهم. طبعا انتوا شفتوا في الاول ان الخميره اتفعلت وعملت رغاوي كده، الخميره كويسه. فضيتها وقعدت اعمل في الدقيق اعجنه لحد ما هي احتاجت نص كوبايه تاني، يبقى النص كيلو دقيق خد كوبايه ونص ميه ومعلقه سكر كبيره ومعلقه دقيق خميره دقيقه كبيره ونص معلقه ملح. معلش يا جماعه، هعيد لكم تاني المقادير. نص كيلو دقيق عليه كوبايه ونص ميه، معلقه خميره كبيره ومعلقه سكر ونص معلقه ملح. تمام كده، تمام. ماشيين الخطوات حلو. بصي، هتقعدي بقى تعجني فيها مش اقل من 10 دقايق. تعجني فيها، تعجني لحد ما تبقى طريه خالص معاكي، عشان تطلع تبقى زي الفل وتتفرد معاكي وتبقى حلوه. بصوا، يعني انا فصلت كده وقعدت بقى اعجن اعجن اعجن. افتكري بقى اي حاجه مزعلك، يلا. اعجني بقى ودي ايه، استخسريت صحتك بقى في العجن ده. بصراحه انا ايدي كانت بتوجعني، كنت بريح شويه وبعجن تاني. بصوا العجينه بتلزق ازاي، هي لازم تبقى ملزقه كده، تبقاش جابسه خالص، تبقى ملزقه في الايد كده، تلزق سنه بسيطه عشان تفرد معاكي وتبقى حلوه. انا هنا جبت نقطه زيت في البوله ودهنت وشها زيت. بصوا، وكيس بقى او ستريتش راب وتغطيها بس كده. هتغطيها وتسيبيها ساعه. بعد ساعه بقى جيت لقيت العجينه زي الفل. هوريها لكم اهوت، هتبقى جميله. بصوا ارتفعت وخمرت، بصوا ازاي، بصوا كميه اتضاعفت ازاي اهي، وكانت طريه وملمسها حلو قوي في الفرد. بتجيبي هنا صينيه وعليها شويه دقيق عشان تقطعي عليها بقى ايه القطعه اللي انت عايزاها. عايزاه كبير ماشي، عايزاه صغير خالص ماشي، اللي هو بتاع السندوتشات. اللي انت عايزه تقطعيه قطعيه. بصوا، انا عملت لكم الكبير ومش صغير خالص عشان برضو تشوفوا ان انت تقدري تعملي دوت وده. بصوا العجينه طريه ازاي، طريه ملمسها حلو قوي يا بنات، والله جربوا الطريقه ديت وحلوه قوي في العيش. ما تصعبهاش بقى وتقولي وانا ايه اللي هيخليني اتعب، ما انا اروح اشتري من الفرن ومش عارفه ايه. لا، الخبيث حلو قوي قوي في البيت يا بنات، بيخلي فيه رزق وبركه وجميل، وحاجه انت عاملاها بايدك وما بياخدش وقت. والله هي بصوا خدش اللي هي ساعه الخميره والساعه اللي انت سويتي وقطعتي فيها، يعني ساعتين وكنت مخلصه كل دوت. تنسوناش بقى في اللايك والشير وكومنت حلو منكم. كنتم مقصرين معايا قوي قوي اليومين دول، محدش بيحط لايك ولا حد بيكتب كومنت، واللي ما اشتركش في القناه يشترك يا بنات. بص، انا قطعته اهوت وهغطيه عبال بس ما امسح الترابيزه كده، وهقوم ايه جايبه بقى فرده على طول. طبعا بتكوني مجهزه فوطه، وعلشان اول ما تعملي الرغيف تغطيه، تحطيه وتغطيه عبال ما تخلصي كل الكميه. يلا يا حبايبي، صلوا على النبي كده واذكروا الله. بصي، بتفرديه سهل سهل خالص، انت ما بتتكيش، انت يا دوبك بتمشي الفريره ديت عليه، تحت الفرد دي عليه
بصي اهو بيتفرد معاكي بسهولة قوي قوي. بصي وهتاكلي احلى عيش في المنطقة شامي الناس هتحلف بيه. وبعدين كفايه ان هو عمايل ايدك في بيتك لعيالك وهم حواليكي، بتشمي ريحه الخبيث كده، كان والله الريحه جميله قوي. عملناه وجبنا فلافل بقى الصبح كده، قمت عملته الصبح وجبنا فلافل اللي هي طعميه يعني عند البلاد التانية، وجبنا بيضه وجبنا تركي، وقعدوا فتروا. جميل جميل والله يا بنات. عفوا يا بنات سامحوني. بصي الرغيف سهل سهل، بصي ما خدش والله 10 دقايق في الفرد ده خالص. تفضلي تفردي كده، انا بفرد لكم كام واحد وبعد كده انا ايه هقفل بقى اكمل الكميه وارجع بقى اوريكم هو بيتسوى. وهنعمله بطريقه حلوه قوي، ولا هيبقى في فرن ولا اي حاجه. الطاسه عندك، طاسه عندك وتحطيها على البوتاجاز على نار هاديه متوسطه وهتشوفي احلى نتيجه. بصوا انا بوريهولكم اللي انا حطاه في الفوطه اهوت ومغطياها، اسمها 2 ومغطياها. دي فوطه للعجين، بس انا لما بكون عامله معجنات او حاجه واخداها الفوطه دي كده، بس اعملها للعيش او لاي حاجه تانية. بصوا الرغيف انا عملت دول وبعدها فتحت الكاميرا كنت هنساها. بصوا اتنفخ وبقى زي الفل ازاي. بصي انت بتقلبيه مره على الوش دوت ومره على الوش ده ومن مره على الوش التاني بتلاقيه خلاص اتنفخ. وانت بقى بتساعديه بتتكي ايه يعني، دي كانت بصوا مفتوحه من الجنب ده فبتك عليها بكتمها، بيتنفخ معايا وجميل بيطلع زي الفل. بصوا العيش والله ما خد اي حاجه يا بنات، وعلى ريحته وجماله واكله. بصي تفضلي متكيه كده عليها، لو حاجه اتفتحت منك بيقوم قابب كله. بصوا لونه تحفه والله يا بنات، يمكن الكاميرا ظلماه شويه. بصي بيتنفخ ازاي وزي الفل. يلا سموا الله بقى كده وصلوا على النبي، وقومي بقى اعملي لك شويه عيش كده. هو نص كيلو دقيق، عندك اكيد في البيت دقيق، الدقيق ما بيتقطعش من البيت. نص كيلو دقيق ومعلقه خميره وشويه الميه وبتقومي عجناه بيبقى زي الفل. بصوا شكله جميل ازاي. تخلي بس النار متوسطه وتحطي الطاسه دي. بصوا شفتوا النار متوسطه وبتحطي الطاسه يا دوبك تسخن وتحطي هو ورا بعضه بقى، بتلاقيه كله بيقب بقى من ورا بعض. بصي بتتكي عليه كده عشان تساعديه ان هو بيتنفخ، بس هو بيتنفخ على طول. هو بتقلبي مره واتنين والتالتة تلاقيه قب خلاص. بصوا منظره حلو ازاي وكان جميل. هوريهولكوا في الاخر ان هو ولا معجن من جوه ولا اي حاجه، احلى من اللي انت جايباه من بره واقسم بالله. جربي كده الحاجه وما تستصعبيش اي حاجه عليكي. اهو ده الرغيف اللي انا عملته صغير برضو، قلت ايه عشان اوريكم ان في صغير وفي كبير. عادي اعملي المقاس اللي انت عاوزاه، عايزه اصغر من كده برضو اعملي عادي. ما تستصعبيش اي حاجه عليكي وتقولي لا ده صعب ولسه هقوم اعمل ومش عارفه ايه. بصوا ما شاء الله اللهم صل على النبي. بصوا جميل واتنفخ ازاي وحلو ازاي. كفايه بس منظره كده وانت واقفه بتعمليه وعيالك حواليكي. كل حاجه والله سهله يا بنات، ما تصعبوش اي حاجه عليكم وفي ثانيه بيتعمل. طول ما انت دخلتي المطبخ بحب هتطلعي الحاجه كلها بحب وحلوه وجميله. بصي اهو ما بياخدش حاجه، هو بس يا دوبك بيتشمع من على الظهر اول ما بتحطيه. بصوا انا بوريكم الرغيف من جوه عامل ازاي بيتفتح كله ازاي. بصوا زي الفل. بصوا حلو ده ولا مش حلو يا بنات؟ يلا حطوا اللايك بقى. بصوا بيتنفخ. هو يا دوبك بتحطيه من تحت يا دوبك بيتشمع كده، تقومي قلباه على الوش ويا دوبك يتشمع تقومي قلباه. تالت مره بتلاقيه خلاص قب زي ما انت شايفه كده، قب واتنفخ وبقى فله.
يلا زغرطوا بقى للرغيف الاب ده الجميل ده. يلا اكتبوا لي في الكومنتات كده زغروطه. حبايبي ما تحرمش منكم. بس يلا جدعانوا معايا بقى في اللايكات كده والاشتراك في القناه. ما تحرمونيش من تعليقاتكم الحلوه الجميله. قولوا لي ايه رايكم كده، الحاجه بتبقى عاجباكم. لو في تعليق برضو قولوا لي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله على الرغيف. اتمنى ان انتوا تعملوه يا بنات، ما تكسلوش. حتى لو مرة بس كل اسبوع مثلا او كل اسبوعين كل شهر، وقت ما انت تحبي ينفع عليكي اعمليها، عشان ريحة العجينة ده خير في البيت. ريحة الخبيز والعجن والفرن تشغليه بيبقى خير في البيت والله يا بنات. بصوا فلة فلة والله. يا دوبك بصي 1 2 3 على طول، احنا عرفنا بقى 1 2 3 يتنفخ ويقب ويبقى زي الفل. حبايبي متحرمش منكم ابدا يا رب. بصي الرغيف سهل جدا جدا يا بنات. امشي بس على المقادير وهو هيبقى حلو معاكي. معلقه دقيق نص اهو. بصوا بوريكم ما شاء الله ما شاء الله اهو. بوريكم ان هو حلو اهوت، وبقول لكم ان هو بصوا فيه صغير وفيه كبير. ما تنسونيش بقى يا بنات في اللايك والشير وكومنت حلو منكم واشتراك في القناه. احبكم في الله يا اغلى متابعين على قلبي. بصوا بصوا بتتنيه العيش جميل. بصي تلفيه وطاري وحلو وزي الفل. بصوا ده الكبير ووريكم اللي هو الصغير. اعملي المقاس اللي انت عاوزاه. متحرمش منكم يا اغلى متابعين على قلبي. اشوفكم على خير، مع السلامه.